العملية زي ما المواطن الغلبان قال، عاوزين نشيل التراب من تحت السجادة. حق المواطن، حق الحكومة، حق الخباز. أستاذ عبد الله غراب، اهلا بيك. حق المواطن وحق الحكومة وحق الخباز، نعمله ازاي؟ يعني بداية قبل ما نخش في التراب والسجاد والبتاع ده كله، احنا طبعا بنهني ونبارك هذه النقلة الحضارية لقناة الخليجية. يعني متشكرين جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا يعني احنا كنا بنفكر بصوت عالي جدا ان احنا نصل لسعادتك اشرت اليه دلوقتي، ان احنا عايزين ندي حق الحكومة وحق المواطن، او حق المواطن بداية وبعدين حق الحكومة وبعدين حق اصحاب المخابز. من هنا كانت بداية فكرة المنظومة اللي احنا طرحينها النهاردة ومطلوب ان هي تتنفذ. لكن مع الاسف ان المنظومة اللي احنا طرحناها بمنظور اقتصادي بحت. عايزين نمنع التقول بقى من الناس، واللي بيسرق واللي بيروح واللي بيجي، عايزين نمنع الكلام ده كله. تبقى المسألة فيها حرية كاملة وباقتصاد كامل سليم، وفق قواعد السليمة والآليات السليمة اللي الناس بتفكر فيها صح. فاحنا قلنا احنا عايزين نحرر كل الآليات التي تسبق تسليم المنتج النهائي. ودور الحكومة هتستلم رغيف عيش فقط من صاحب المخبز. ما يسبق ذلك فدي مسؤولية صاحب المخبز ومسؤولية المطاعم. هنا أنا عندي مشكلة. أنت عايز مني منتج جيد، طيب اللي وصلني المنتج الجيد لازم يبقى فيه نوعية من الأقماح جيدة، لازم يبقى فيه تخزين جيد، لازم يبقى فيه مطاحن جيدة عشان يديني خامة جيدة أطلع منها المنتج الجيد. احنا مع الاسف بعد ما اتفقنا انا والمهندس ابو زيد محمد ابو زيد على هذه العمليه، وزير التموين السابق، فوجئت ان هو بيتكلم في كلام او طرحين بعض الامور، وانا بقول اللي بيفكر في الكلام ده صاحب مصلحه. ان احنا لا ده تامينا للقمح، وده مخزون استراتيجي، واحنا بندعم الفلاح، واحنا كل الكلام ده كلام شفاهة جيد. لكن في واقع الامر انا بقول اللي يفرض الكلام ده على هذه الصناعة واحنا على الوضع اللي احنا فيه ده صاحب مصلحة. يعني ما اقدرش، لا تفسير غير ذلك. ليه؟ انت النهارده انت خايف من ايه؟ طب ما انا عندي النهارده يعني هو ده يعني ما بيشتغلش غير بس في العيش البلدي، بالعكس. وانا عندي المخابز الافرنجيه بيشتغل في دقيق وقمح والاخر. ما شفناش يوم من الايام ان مخبز من المخابز الافرنجيه تعطل عشان ما فيش دقيق. وانا عندي مصانع المكرونه، ما سمعناش في يوم من الايام ان مصانع المكرونه تعطلت عشان ما فيش دقيق ولا ما فيش بتاع. عندي انشطه عديده وكثيره بيدخل فيها الدقيق كجزء يعني اصيل في الصناعه. لكن على اي الاحوال الكلام ده انا نفسي من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذا البرنامج انا عايز اوجه رساله للمواطن بدايه. لان انا شايف ان الراي العام كله، يعني الراي العام مع الاسف، يعني الراي العام والاعلام والحكومه في مواجهه اصحاب المخابز. وانا عايز الناس تسمعني، يعني الناس تفهم. يا اخوانا احنا ناس كنا بندور نحرر هذه الصناعه عشان خاطر انا دور التصنيع، وعلى الدوله انها تستلم منتج نهائي كل اللي فيه ده انا المسؤول عنه، ومحدش هيخون نفسه، انا المسؤول عنه يصل في النهايه. اذا كان الرغيف ده اللي انا اتفقت مع الحكومه عليه بالوزن وبالمواصفات وبنوعيه الاستخراج وفق ما تم الاتفاق عليه، انا هسلمه لك وخده. مخالف سيبهولي، انا هديهولك مثلا ب 40 قرش وانت هتبيعه بالسعر الاجتماعي ب5 سنت. من هنا طبعا يتبين لسعادتك طبعا يعني ما فيش فرصه غير ان انا اقف على الرغيف العيش بتاعي واطلع منتج جيد جدا وممتاز، عشان خاطر هنا انت بتبيع ب5 سنت للصياد الاعظم من الشعب، وده 48 قرش. ما يستقيمش الامر ان في مكان واحد انا ممكن ابيعه ب 40 قرش وانت هتبيعه ب5 سنت. فمن هنا طيب احنا ما تدينا الفرصه دي عشان تدينا حقنا اللي يعني من خلاله نقدر نوصلك للي انت عايزه. انا معلوماتي نتخبط. انا بقى اخلص الجزئيه دي ومع سعادتك يعني. اتفضل. هنا طبعا يعني المنظومه اللي هي المفروض علينا النهارده
ان هو يقطع الكلام ده كله، وده يقدر بقى ما وصلناش للكلام اللي احنا سعادتك بنقوله. نمرة 2، المفروض النهارده انت بتعلن مناقصة، شأنك شأن اي سلعة من السلع. وبعدين النهارده عشان ما يبقاش صاحب المخبز حاجر عليه ولا حاجة، ممكن محمد بيه وسعادتك والتاني والتالت والعاشر يخش كمستثمر في هذه المناقصة. انا دوري مخبزي عندي، ما انت هتصنعه فين؟ هتصنعه عندي، بس انا هاخد منك او انا هدي لك بتكلفة التصنيع بما يرضي الله ورسوله. عندي حق العامل بتاعي اللي انت عايز تشغله ب 20 جنيه وب 30 جنيه في سوق العمل النهارده. ده كلام يعني عفى عليه الزمن. النهارده انت بتتكلم يعني حتى لو انا سلمت بالكلام اللي الحكومه بتضحك على الشعب فيه، تقول له ما احنا عايزين نوصلكم للحد الادنى للاجور، وان يكون الحد الادنى للاجور 120 جنيه 1200 جنيه. طيب انا لو سلمت ان الاجر 1200 جنيه، موظف النهارده بيشتغل 20 يوم، غير الاجازات غير المنح غير انه مؤمن عليه ومؤمن عليه تامين صحي والى اخره. طيب العامل بتاعي انا بقى الحكومه عايزه تشغله ب 25 قرش، ب 25 جنيه في اليوم، وب 30 جنيه في اليوم، وب 40 جنيه في اليوم، واكبرهم 55 جنيه. هذا الكلام، هذا العامل لو عي يوم ولا لو تعب يوم مش هياخد اجره، وما هو ما بيقدرش كمان يشتغل ال 20 يوم حتى لا دول. يعني الحكومه حاطه في تكلفه الانتاج للعامل من 25 ل 30 ل 55 بالظبط كده. لا يعني ده ال 55 ده الفيرست كلاس، ده اللي يعني العامل اللي هو الخراط والفران اللي واقفين قدام النار بالسبع 8 ساعات. نمره 2، يعني لما نخش النهارده انت حددت 80 جنيه، ايه المعيار اللي سعادتك حددت 80 جنيه عليه؟ على اي اساس؟ في الوقت ان انا بس هدي لسعادتك مثال ب3 عناصر. العنصر الاول، انا كان عندي النخاله دي باخد ال3 كيلو ونص ب 90 قرش، النهارده ال3 كيلو ونص ب 7 جنيه، يبقى رفعت من 90 قرش ل 7 جنيه، ادي 7 جنيه وزياده شويه، ادي عنصر. العنصر الثاني، الخميره دي انت كنت حاططها لي النهارده 4 جنيه، النهارده الخميره دي عشان اطلع منتج جيد وبتاع على الاقل عايز باكوين، النهارده ثمنهم 8 جنيه. العنصر الثالث السولار. انا بقول هذا الكلام لحاجات الناس حساها والناس لمساها، مش بعيد عن الناس. النهارده السولار، صفيحه السولار النهارده سعادتك ب 8 لتر 110، صفيحه السولار ل 20 لتر ب 22 جنيه. لك ان تعلم يا سيدي، انا مش هقول لك وابالغ في القول ان انا اقول لك بجيبها ب 50 ولا ب 60 ولا ب 70 ولا ب 80 زي ما هي بتتباع، لا انا اقول لك حتى لو انا جبتها ب 40 جنيه يبقى انا ضعفت السعر. اجيب منين انا كصاحب مخبز ان انا يعني فين هم ال 80 جنيه بتوعك بقى؟ يعني الحكومه حاطه 80 جنيه على حق العامل اللي حضرتك قلته المتواضع، وعلى الخميره، وعلى السولار اللي انت عارفش ده انا بقى بسوق ليك بعض الامثله اللي هي المحسوسه بالنسبه اللي داخله في تكلفه لان النهارده ما فيش مواطن على ارض مصر لا يعلم قضيه السولار ومشكله السولار وما يحدث. اسهل حاجه عند الوزير يقول لك انا والله احنا هنسلمكم السولار. طب تسلموه لي منين؟ هتسلمني السولار منين يا معالي الوزير؟ من انا محطه؟ انا لو دخلت المحطه وما دفعتش 150 جنيه للعامل اللي واقف على المحطه بالمسدس بتاعه ده اهو 150 جنيه مش هيديني طن السولار بتاع اللي انا هشتغل بيه. طب انا معايا النهارده بجيب لي 3 طن مثلا في الاسبوع ولا حاجه، اجيب منين الباقي؟ يعني كيف تستقيم الامور؟ وبعدين انا لو ما اديتوش النهارده يسلط عليا كل اي محطه واقف عليها 200 300 عربيه و200 300 واحد ماسك جركن، يعني يبقى انا اموت داخل المحطه دي. فنفسنا ان المواطن يعني يعرف ان الكلام اللي كانت بتفكر فيه شعبة المخابز او غرفة المخابز كانت عايزة تمنع ما يصار في الاعلام، وان فلان سرق دي وفلان خد وفلان عمل وفلان خد. كان هيطلع لك منتج نهائي بالسعر الاقتصادي عشان يديني الحكومه تدولك بالسعر. ما هو ده اللي احنا بنقوله، هو ده اللي احنا بندور أيوة عليه. ان انت مش هتدي الخباز حقه وتديله 80 جنيه مثلا، هو بيكلف زي ما شعبة المخابز بتقول 120 جنيه. شوف انا عايز هنوصل لمخارج